عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة فكرة كيوت مع يويو. ولو اول مرة تشوفي القناة يا ريت تعملي اشتراك للقناة ولايك كمان للفيديو. فيديو النهاردة باذن الله هوريكم جولة في مطبخي بعد التغييرات الجديدة وبعد فرش وزينة رمضان، ان شاء الله باذن الله يعجبكم. اول حاجة طبعا عملتها حطيت المفرش ده على الترابيزة اللي احنا بناكل عليها، وركبت له اطار كده كان موجود عندي، ما خيطوش ولا حاجه، بس ركبته بالمسدس الشمع، يعني ما خدش في ايدي ثواني، وفي نفس الوقت طلع شكله حلو. وكمان القماشه دي فرغتها من قماش الخياميه وحطيتها كده في النص يعني تدي شكل حلو، ما حبيتش الترابيزه كلها تكون معموله من الخياميه وكده. بعد كده الديكور ده انا علقته هنا، انا كنت عاملاه معاكم في فيديو. لو حابين تعرفوا هو اتعمل ازاي هسيب لكم طبعا اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف باذن الله. شكله جميل جدا وحاطط شكل حلو قوي للمطبخ، وشكله من بعيد تحس ان هو ساعة يعني بجد، مش انها حاجة يعني مش بتشتغل وكده. تمام. هنا طبعا التلاجة طبعا نضفتها كويس جدا من جوه ومن بره، ونضفتها من فوق، وطبعا فرشت فيها مفارش اللي انا اشتريتها معاكم في المشتريات وكده. عملت الزينه دي حطيتها عليها كده من بره علشان ال فيها زي بقع كده. طبعا كنت عملت ورق فوم قبل كده كنت لازقاه، وما جيت انضفه بالسلكه فبوظها وكده، فانا حطاه يعني يدي شكل حلو وكمان يداري الحاجات اللي موجوده فيها. تمام. انا عملتها على شكل مثلثات كده وفوانيس من بواقي ورق فوم برضو كانت موجوده عندي، عاطيه شكل حلو. عملت كمان منها زيها بالظبط من قماش الخياميه، يعني حسيت دي شكلها احلى شويه. اللي انا عملتها من القماش الخياميه برضو لسه هشوف انا هحطها فين. هنا طبعا الفرن حطيت عليه المفرش ده، عليه بكار كده، وحطيت الفازه دي لما جيت احطها في النص يعني مداريه على الشكل وكده، فحطيتها في الجنب كده. فقولوا لي برضو احطها في النص هنا ولا احطها في الجنب. وطبعا الفرن طبعا اتنضف كويس واتلمع من بره ومن جوه. هنا الرخامه طبعا نضيفه زي الفل، طبعا كان عليها استيكر وشيلته معاكم في الفيديو بتاع التنظيف، وقررت ان انا يعني مش هفرش عليها حاجه، هسيبها كده. في عندي حته صغننه كده من القماش الخياميه مفرغاها، مش عارفه بقى احطها ولا اسيبها كده فاضيه وخلاص. وطبعا مش حاطه حاجه غير اللطقم اللي هي بتاعه التوابل والطقم اللي حاطه فيه المشروبات. طبعا كل المطبخ اتنضف كويس، الشفاط المطبخ من بره زي ما انتم شايفين كده زي الفل من بره ومن جوه. هنا طبعا عملت الستاره دي للشباك بتاع المطبخ. فرغت الجزئين دول من قماش الخياميه، كنت عامله يعني كنت قصه طبعا منه من النص كده، كنت عامله الاباجوره اللي كنت عملتها معاكم، فلقيت الحتتين دول فايضين فقلت ممكن احطهم على الشباك المطبخ يعني يبقى شكلهم حلو وكده. وحطيت لها الجزء ده كان قماش ابيض كده، قصقصته شراشيب كده حطيته كده في النص يعني. تمام. والجزء اللي في النص ده برضو فايض من القماش برضو، فقمت راح حاطاه في النص كده. كنت عاوزه اعمله يعني اسيب الجزئين اللي فوق الميالات دي واحط تحته ستاره شفون، بس للاسف ما لقيتش عندي شفون فسبتها كده. طبعا البوتاجاز اهو طبعا نضفته معاكم اهو بقى زي الفل، ولسه طبعا نضيف برضو وانا محافظة عليه، يعني كل يوم بنضفه كده، وبنضف السيراميك اللي جنبه، ومحافظة يعني عليه بحيث ان هو يفضل نضيف معايا لبعد رمضان. هنا التربو حطيت عليه المفرش ده بوجي وطمطم، فرغته برضو من قماش الخيامية وكده وحطيته هنا، حاسه شكله يعني جميل هنا الصراحه. تمام. التربو طبعا نضفته كويس جدا، فضيت كل اللي فيه وخدته الحمام وغسلته كده غسله محترمه بالميه السخنه وخليته بقى زي الفل. بس طبعا ما صورتوش لان ما عنديش منظمات اللي انا انظم الحاجه فيه، بس قلت برضو يعني اوريكم انا عاملاه ازاي. هنا الدرج ده حاطه فيه الحاجات الخاصه بالحلويات كلها، وحاطه هنا الطبق ده حاطه فيه اللي هو السمسم والحاجات دي والذرة الفشار، وده مشروب شوكولاتة، وده هنا الكركديه وكده. كل البرطمانات دي بقى فيها حاجات خاصة بالحلويات بقى، نشا وحاجات يعني للتورته وكده لتزيين التورته وكده. عملت الدرج ده يعني مخصص للحلويات. تمام. هنا بقى الجزء ده عملته
عملته للبهارات وكده اللي هي الزيادة. كلها طبعا محطوطة في اكياس وكده، لان يعني ما اشتريتش برطمانات اللي انا انظمها فيها، فلميتهم كلهم في شنطة واحدة علشان ما يطلعوش ريحة، يعني بيبقوا يطلعوا ريحة قوية وكده. الدرج ده طبعا حطيت المنظم ده كنت عاملاه معاكم في فيديو بس هو مش باين يعني. فنزلته بالحاجات بالفوط اللي انا حاطاه فيه وحطيته في الدرج ده. وهنا حطيت اللي هي البقوليات والمكرونة والحاجات دي. نطلع بقى هنا على الرخامة. ده كده شكل الرخام اهو. حطيت الفرع النور ده يدي شكل حلو كده ويدي اضاءة في المطبخ. اشغله بعد مثلا في رمضان بقى بعد الفطار، بعد ما اخلص المطبخ واشطبه وانضفه كده، اطفي النور مثلا واشغله يدي شكل حلو في المطبخ كده ويديني روح حلوة في المطبخ. هنا حطيت المنظم ده بتاع المعالق ده. محطتش فيه يعني، كان في معالق كتير ساعات كده بتكتر لوحدها بتتكاثر، فشلت منها طبعا كتير عينتها في الدرج. وحطيت هنا الانتيكات الصغنونة دي، حطيتها هنا تدي منظر يعني كده على الرخامة. وهنا طبعا حطيت البريل، والباسكت الصغنون ده حطيت فيه الاسبونشة علشان يعني تتهوى وكده. وكمان يبقى شكله حلو. كنت حطاهم كلهم في علبة، بس بصراحة كانت عاملة زحمة هنا في الجنب ده، فحطيتهم تحت الحنفية على طول علشان يعني يفضوا لي جزء من الرخامة. هنا حطيت الصينية دي علشان الفطار وكده، يعني على قد كوباية شاي وسندوتش او كده بحتاجها هنا على طول. وحطيت هنا الفناجيل دي، انا طلعتها للشاي والحاجات دي. هي حجمها كبير بس هي باينه اللي هي حجمها صغير يعني في الفيديو وكده، بس هي حجمها ما شاء الله جميل. وحطيت كمان الكاتل. وهنا بقى الفانوس ده كان يعني كان عندي بس كان بايظ وكده، ففتحته ودخلت فيه الفرع بتاع النور، وكملت بقى الفرع بتاع النور فوق لزقته على المفرش كده. وطبعا الفانوس ده لسه هدقله مسمار وهرفعه فوق، مش هخليه يفضل واقف على الرخامة وكده. طبعا هنا حاطه هنا ازازة المية ده على التربو. هي طبعا ليها اخوات بس هم مش موجودين دلوقتي، يعني ممكن يكونوا بره، مش عارفة طريقهم فين دلوقتي. تمام. طبعا يا حبايبي الغسالة الاوتوماتيك ما نضفتهاش معاكم لانه كنت عامله لها فيديو قبل كده. نضفتها برضو، عملت لها دورة خل وشدتها ولمعت وراها وكده، وتحتها بقت زي الفل. هوريكم برضو جولة في الظرف كده سريعا يعني. الضرفة دي حطيت فيها الرف اللي فوق ده، حطيت فيه القطاعة اليدوية دي بتاعة الخضار والحاجات البايركس دي صواني البايركس. هنا حطيت بقى الكوبايات دي والكاسات دي، بحتاجهم يعني على طول في رمضان وكده. والمجات دي كانت عندي زيادة، فلما طلعت بقى المجات اللي هي الفناجين التانية حطيت دول هنا، والشفاشق بتاعة العصير. الضرفة التانية حطيت فيها الطقم ده اللي انا اشتريته معاكم في المشتريات علشان يعني رمضان وكده يبقى عندي يعني حاجة جديدة وكده. وحطيت برضو الكوبايات دي حطيتها يعني بالشكل ده، ببقى احتاجها برضو على طول. طبعا المطبقية اللي على الرخامة استغنيت عنها، فحطيت بقى كل الاطباق هنا في الرشاقة دي بتاعة المطبخ يعني. وحطيت تحت كده الفناجين اللي هي بتاعة الشوربة والحاجات دي، وورا الكسرونات دي بحتاجها يعني وكده. وهنا الطبق والكوباية بتاعت مالك. الضلفة دي يعني ما غيرتش يعتبر كتير، بس نضفت يعني. ده اكتر ترتيب ارتحت فيه. هنا حطيت الجزء ده هو كان منظم يعني قديم، فانا لزقت عليه استيكر كده عشان يطلع شكله حلو. حطيت فوق هنا ازايز الزيت وزيت الزيتون، وهنا الشاي والسكر والملح والكابتشينو وعلبة السمنة ورا والخل. فالترتيب ده يعني مريحني. والضرفة دي انا حباها يعني هنا علشان تكون قصاد ايدي وهي جنب البوتاجاز يعني على طول وكده. الضرفة دي حطيت فيها الكوبايات والحاجات الزيادة يعني اللي انا مش بستخدمها. كده انا وريتكم الجنب اللي هو اللي عند الرخامة. هوريكم برضو الضرفة دي انا حاطه فيها ايه. حاطه فيها بقيه الطقم ده. الطقم ده انا طلعت منه حاجات كتير يعني استخدمتها، وحاجات كتير اتكسرت. وحاطه بقيته هنا فوق. هو يعني كسرت طبعا منه حاجات كتير، فاضل الحاجات اللي فاضله يعني، فحطيتها هنا.
حطيت الطقم اللي هو بتاع السكاكين السيراميك ده ورا، وحطيت المكنه بتاعه البيتوفور برضو معاه. طبعا زي ما انتم شايفين التلاجة هي نضيفه زي الفل. يعني بنضفها كل يومين كده من فوق علشان التراب ما يتراكمش عليها. الضرفة دي بقى حطيت فيها الحاجات اللي كانت زيادة على الرخامة. وكنت حاطاه منها حاجات على الفرن وحاجات على الرخامة بصراحة كانت متكركبة يعني، ففضيت الضرفة دي. هي ممكن تكون متكركبة شوية، بس هي يعني لمت لي حاجات كتير كانت مبهدلة الدنيا تحت وكده. فحطيت هنا الخلاط والحاجات بتاعت ملك، الاكل بتاع ملك وكده، والحاجات اللي كانت على الرخام. هنا العلبة دي لميت فيها كل العلب البلاستيك والحاجات اللي انا مش بستخدمها غير كل فترة، والحفاظات بتاعت الطعام وده المضرب بتاع البيض. ما خليتش تحت في الضرفة اللي تحت غير كام علبة بس كده من بتوع التلاجة على قد استخدامي اليومي وكده. هنا الضرفة دي حطيت فيها هنا البلاستيكية ده انا ملياها رز، وعاينة بقية الرز، شكرت الرز دي يعني عيناها في قلب ضرفة. وهنا فوق حاطة الاطباق الزيادة اللي هي السلستين دي. انا كده وريتكم الجنب ده كله. عندنا بقى تحت المطبخ من تحت عبارة عن الضلفتين دول بس، يعني الضرفة دي ما مش بعرف افتحها من البوتاجاز، لازم اشد البوتاجاز جامد الزقه خالص هنا علشان اعرف افتحها، وكمان بتتفتح بالعافية. فلميت بقى فيها كل الحاجات اللي انا يعني مش هستخدمها غير كل فترة طويلة، زي شنطة السكاكين، الرز، السكاكين اللي هي الزيادة والحاجات دي، كل الحاجات الزيادة عندي حطيتها في الضرفة دي. الدرج ده كنت حاطه في الفوط بتاع المطبخ، فحطيت بقى في طقم التوزيع ده والحاجات اللي هي الكبيرة دي اللي انا بستخدمها يعني على طول. وهنا القطعة اللي هي بتاعت المخلل والحاجات دي، والمبشرة والقطعة بتاعت الملوخية، الحاجات دي يعني. هنا برضو حاجات برضو اللي هي الحاجات الناعمة دي يعني اللي انا بستخدمها برضو على طول، المقاور بقى وهنا حطيت هنا اللي هي المفرمة بتاعت التوم الصغنونة دي، والسكاكين اللي هي كذلك الصغيرة دي، والشوك والمقاور. وهنا المقشرة اللي هي بتاعت البطاطس والخضار دي. وهنا القمع بتاعي الحلواني حطيت فيه الحاجات بتاعته، ودخلتها في بعض وكده، والمقص. يعني الدرج ده شايل حاجات كتير الصراحة يعني. عاوزة بس اوريكم المطبخ من تحت نظامه عامل ازاي. طبعا الضرفة اللي جوه دي مش بعرف افتحها تمام، فلميت فيها الحاجات اللي الزيادة. هنا الجنب ده عبارة عن تحت الحوض بس، مفيش هنا اي ضرف ولا اي حاجة تمام. اصبح ان انا ما عنديش غير الضرفة دي بس، ان انا اللي انا الم فيها كل الحاجات بتاعتي اللي هي الكبيرة، الحلل والحاجات دي. فطبعا حطيت حاجات على قد الاستخدام بس، يعني هي ممكن تشوفوها مكركبة، بس يا جماعة هي دي الضرفة الوحيدة عندي في المطبخ كله من تحت، متخيلين؟ فلميت بقى فيها كل حاجة. هنا حطيت المقلايات اللي انا بستخدمها، والحلل، ودي كل دي مقلايات وكده. وحطيت بقى الطقم اللي انا بستخدمه والحلل وكده. وتحت بقى هنا بلاستيكات وعلب تلاجة وحاجات من دي، والصواني اللي انا بستخدمها برضو. يعني هي كتر خيرها بصراحة اللي هي شالت الحاجات دي. وبكده يا حبايبي يبقى انا كده وريتكم كل المطبخ من جوه عامل ازاي، وريتكم انا مرتباه ازاي، يعني ترتيبي على قد برضو، لان طبعا ما اشتريتش منظمات ولا اي حجه من دي، انا حاطه حاجتي يعني حطاها بالبركه كده زي ما بيقولوا تمام. وده كده شكل المطبخ بتاعي اهو. طبعا الاضاءه دي انا اول مره بصراحه اجربها يعني، بس قلت يعني اجرب وكده، بس فعلا عطيالي روح حلوه قوي في المطبخ. والناس اللي هتقول لي ده يعني خطر وكده، لا، انا مش المكان ده مش بيجي عليه اي ميه ولا اي حاجه. وكمان الفانوس انا هرفعه، هعمل له مسمار فوق كده وهرفعه. فهتبقى عطيالي شكل حلو قوي في المطبخ. وده يا حبايبي شكل المطبخ بعد ما طفيت بقى النور، شكله جميل جدا جدا، مش عايزه اقول لكم انا فرحانه بيه قد ايه. غيري في مطبخك، حطي اضاءه يعني. حتى لو هتشتري حاجه بسيطه خالص، انا يعني السنه دي ما اشتريتش حاجات كتيره، اشتريت حاجات بسيطه خالص، بس فعلا غيرت في شكل مطبخي وكده، وعطتني روح حلوه وشكل حلو في المطبخ. حببتني
في المطبخ. اهم حاجه اللي انت تغيري، لو حد هتشيلي حاجه من الضرفه دي تحطها في الضرفه التانية، مش معاكي فلوس اللي انت تشتري طبعا مشتريات بقى كتير ومنظمات وحاجات من دي، شيلي حاجات من الضرفه دي حطها في الضرفه التانية. نضفي، هاتي مثلا سبت كده صغنون، الحاجات اللي هي ام 3 جنيه دي، حطي انت فيها ورد من عندك، حطها على الرخامه تديكي شكل حلو وروح حلوه في المطبخ. اهم حاجه ان انت تغيري يعني اي حاجه، لو انت مكتئبه او مش حابه شكل المطبخ، ان شاء الله نفسيتك هتتغير وهتحبيه وهتحبي ان انت تنضفي وتعملي كل حاجه. وده يا حبايبي كان الفيديو بتاعي النهارده، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الايام بخير، ويا رب يبلغنا رمضان كده لا فاقدين ولا مفقودين يا رب باذن الله. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، اسيبكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.